هاقول لِك على أهم 4 كريمات لازم يكونوا عندِك. أول واحد لازم يكون عندِك كريم أو سيرم فيهم سنتيلا، وده لإن بشرتنا خصوصًا لو حساسة بيحصل لها التهاب أو تحسس كتير، فأنتِ محتاجة سنتيلا، لإن حتى الكريمات المرطبة مش هتعمل حاجة. في فرق بين ترطيب البشرة وتهدئة البشرة لما يحصل لها التهاب أو تحسس بسبب الشمس القوية في الصيف، أو لو في الشتا بيكون بسبب إننا بنغسل وشنا دايمًا بمَيّة ساقعة وبسبب الجو. كمان السنتيلا بتكون مهمة جدًا لو استخدمتِ أي product تقيل على بشرتِك أو حاجة فيها salicylic acid أو أي مقشر وعمل لِك التهاب، فأنتِ هتكوني محتاجة سنتيلا. تاني كريم لازم يكون موجود عندِك وهو أي كريم مرطب طبي، وده هينقذِك بقى لو في أي مشكلة في بشرتِك ملتهبة أو مش مستحملة كريمات الترطيب اللي عندِك أو جافة جدًا ومتحسسة، فبعد السنتيلا على طول لازم يكون عندِك كريم مرطب طبي، ودول أمثلة لمرطبات طبية، والكريمات دي بنستخدمها وقت اللزوم بس لإن ممكن تكون تقيلة شوية على البشرة خصوصًا لو بشرتِك دهنية. وتالت كريم لازم يكون موجود عندِك وهو أي كريم فيه يوريا، وده بقى المنقذ في الشتا حرفيًا. لو عايزة ترطيب عميق لإيدِك ورجلِك أو لو عندِك strawberry skin فده هيكون الحل. رابع وأهم حاجة لازم تكون موجودة عندِك وهي كريمات الحروق زي ميبو، بيرناسول، ودول طبعًا أنتِ عارفة ليه، علشان لو حصل لِك أي side effects في الليزر سيشن بتاعتِك تلحقي نفسِك، ودول حرفيًا أسرع حاجة تخفف من الإفكت اللي حصل لِك وتعالج الجلد وترجعه زي ما كان. وبس كده، باتمنى تكونوا استفدتوا وما كنتش طولت عليكم. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان لو ما اشتركتوش في القناة لحد دلوقتي اشتركوا وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا إشعار أول ما انزل أي فيديو جديد. ولو عندكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، أنا بارد على كل الأسئلة. وبس كده، باي باي.